سبب المشاكل اللي بيمر بيها النادي الاهلي اليومين دول هي اداره تخطيط النادي الاهلي اللي بتاخد قرارات متعجرفه وطول الوقت فيها مشاكل. من فتره طويله ما شفناش منهم ولا قرار صح، كل القرارات غلط. ضيعتوا افريقيا، الدوري كان هيروح مننا وخدناه بالعافيه بسبب العجرفه دي. تعالوا نرجع كده من سنتين ورا، اداره الاهلي اعلنت علينا وقالت لنا ان احنا هنجيب مدرب جديد، وفي الحسابات بتاعت النادي الاهلي كولر الراجل جه واشتغل وبقى في 5 و3 و4 وماتشات بيدوس على وش فرق كبيره، وفجاه الدنيا وقفت. هل العيب من المدرب؟ لا والله ما من المدرب، العيب من الاداره، عشان الاداره ما بتخشش تتكلم، ما بتخشش في تفاصيل المفروض ان هي سايباها له، وده عيب كبير. كنا دايما بنشوف كولر حاطط ايده على كتف كهربا وقفشه ومصاحبهم وهزار ورايح وجاي. احنا بقى لنا فتره طويله ما بنشوفش قفشه بيمارس، وما تجيش تنزله في ماتش صعب وتقول له يلا نفذ ومطلوب منك تعمل حاجه. حسين الشحات بقاله موسم كامل صفر، موسم صفر لحسين الشحات، مفيش حد شد عليه، لعيبه كتير قاعده على الدكه ما تستاهلش ربع جنيه من النادي الاهلي. واول قرارات الغلط اللي خدتها لجنه التخطيط بتاعه الاهلي ان هي مشيت سيد عبد الحفيظ، اوحش قرار في تاريخ النادي الاهلي. انت بتمشي راجل هو الكيان ده رقم 2 بعد الجمهور، معلش يعني كل اللي قاعدين في لجنه التخطيط دول كوم، وسيد عبد الحفيظ ده كوم تاني، اهلاوي ابن اهلاوي رادع الاهلي كده، الاهلي بيجري في دمه كده. ومن ضمن القرارات الغلط برضو ان انت تمشي كولر قبل كاس العالم بحاجات بسيطه. ما انت عندك من ماتش بتشوكا اللي خسره كان يمشي خلاص، مش جايه معاه خلاص، هو بقى فكره وقف وخلاص على كده وشكرا يا جدي وسلام عليكم. انما تسيبه لحد ما دلوقتي يتعثر بينا وداخل على كاس عالم واحتفالات واعلانات ومش عارف ايه، دي النتيجه السلبيه اللي انت رحت عملت اعلانات في كل حته، واصل احنا رايحين امريكا، المفروض ان انا رايح مدعكه كرويه. انا مش رايح العب فاركو ولا البنك الاهلي ولا سيراميكا، انا رايح العب فرق انتر ميامي، بالميراس، بورتو البرتغالي، مش رايح اهزر. ولو عديت من دور المجموعات دي هقابل فرق تقيله قوي. انا معاك مفيش فرقه ما بتخسرش، بس مفيش فرقه بتظهر بالشكل الوحش ده وفي كاس عالم. ده انت في الدوري كنت بتقاتل، في ماتش البنك واللعيبه كلها كانت بتقاتل. انا شايف اول امبارح اللعيبه ماشيه في الملعب عادي، انت خسران 2-0 والكره بتتحضر لسه من عند الشناوي، مفيش كره طوليه اتلعبت من الشناوي بالمناسبه راحت على دماغ مهاجم، ما راحتش كره مظبوطه من فتره طويله. فين مدرب الحراس اللي المفروض يمرنوا على الحته دي؟ فين المدرب اللي المفروض يشتغل على كوره معينه في الماتش تخليك تجيب جول، تخليك توصل للجول حتى لو في تكتل دفاعي؟ مش دافع له ملايين الدولارات. ما تجيبش العيب على المدرب، العيب فيكم انتوا، اختياراتكم الغلط في الاوقات الغلط وقرارات كلها غلط، خليتوا الجماهير كلها عاشت الحلم وفجاه اتهد بسبب اداره تخطيط ماشيه اللهوي. معلش يعني انتوا فايدتكم في النادي، انتوا تحرقوا دم الجمهور. اول مره في حياتي هاجم اداره النادي الاهلي، بس انتوا بجد حاجه تحرق الدم. يعني الناس رايحه امريكا والدنيا بص ايه، وجماهير بالكوم، ملعب 83,000 80% منه اهلاويه، سابوا كل اللي وراهم واللي قدامهم وراحوا عشان يساندوا الفريق. لكن في لعيبه جوه الفرقه متكاسله واداره متكاسله ومدرب لسه ما نحكمش عليه لان انت السبب، عشان انت جبته في وقت زي الزفت، مش بايديه ولا نقدر نلومه على اي حاجه. عيب فيك انت اللي اختياراتك كلها غلط. تيجي قبل كاس العالم بكام يوم تتخلى عن عمرو السوليه وعلي معلول عمدان الفرق. هو دايما اداره الاهلي كده بتيجي على اللي تعب وشقي جوه النادي وعمل كل ما في وسعه وما بخلش على النادي بنقطه عرق، ويقوم قايل له يلا حبيبي مع السلامه، ويسيب لعيبه مالهاش اي لازمه جوه الفرقه. انا عايز اسال سؤال والله بجد، وسؤال تعبني وهقفل الفيديو والسلام عليكم على كده. خالد عبد الفتاح اللي ما يعرفش حاجه عن الكوره نهائي يسافر امريكا لكاس العالم يتحط ضمن القايمه، ويحيى عطيه الله اللي كل شويه اصابات وناس سافرت كده مالهاش اي 30 لازمه، وعلي معلول وعمرو السوليه الخبره ما يروحش؟ حتى على الاقل كرمه يا اخي، خليه يروح يلعب كاس العالم وبعد كده اقول له شكرا كتر الف خيرك. انما تمشيه في وقت زي ده انت كسرته، انت دوست عليه. وللعلم في نوادي تاني عايزاهم وراحوها بالفعل، انت بس فالح تفاصل مع اللعيبه. اصل هنجيب فوفانا اللي بقالنا سنين بنسمع عنه وعمره ما هيجي الاهلي بسبب الفصال اللي كل شويه تقعدوا تفاصلوا في ربع مليون وفي نص مليون. ما اللاعب لو جه عندك وراح كاس عالم وجاب اجوال وهدف ومش عارف ايه هيجي له عروض، والعروض دي العقد بتاعه هيزيد فهتستفيد منه. بقى لنا سنين بنسمع عن بالعايد اللي مش عارف ده هيجي امتى، ان شاء الله يوم القيامه ولا هيجي امتى. اقسم بالله الاداره دي كلها لازم تتحل. يا اما تقعدوا كده مع نفسكم بقى كده وتشوفوا الناس اللي مسانداكوا اللي زعلانه في كل حاجه دي وفي كل وقت ايه الحل عشان نراضيهم. خلينا كده نادي الاهلي اللي بيتهزلوا كل مكان بيروحوا دلوقتي قاعد مستني مين يخسر ومين يكسب ونجيب كام جول ونعمل ايه عشان نوصل لايه. بجد اللسان عاجز عن الكلام، والله العظيم.